تخيل تفتح الراديو في نص الليل وتسمع زنة مستمرة. الزنة دي ما بتقفش بقالها 40 سنة، لا هي أغاني ولا هي أخبار. دي المحطة اللي العالم كله مسميها إذاعة نهاية العالم. طيب ليه روسيا فاتحة محطة بتصرف ملايين عشان تبث شوية دوشة؟ وإيه حكاية الأصوات البشرية اللي بتظهر فجأة تقول أكواد غامضة وترجع تختفي؟ النهاردة هنحاول نفك شفرة أرعب راديو في العالم. جهز سماعتك وركز في الزنة. الحكاية بدأت في زمن الحرب الباردة، يعني في عز الخوف والقلق بين روسيا وأمريكا في السبعينات. فجأة ظهر صوت غريب جدا على موجات الراديو القصيرة، وبالتحديد على التردد 4625. والصوت ده ما كانش مزيكا ولا كلام، كان عبارة عن طنين كده مزعج وتقيل، عامل زي صوت مكنة شغالة ما بتقفش، بيتردد حوالي 25 مرة في الدقيقة. الناس وقتها افتكروا انها مجرد تجربة وهتخلص او عطل فني مثلا في شبكة الراديو الروسية، بس المفاجأة ان الصوت ده فضل شغال يوم ورا يوم وسنة ورا سنة لحد ما كمل عشرات السنين من غير لحظة سكوت واحدة. المحطة دي بدأت إرسالها من قلب غابة مستخبية جنب موسكو، في مجمع عسكري سري متأمن بأسوار وأبراج حراسة. الأغرب بقى إن الميكروفون بتاع المحطة دي كان دايما مفتوح، لدرجة إن الهواة اللي كانوا بيسمعوها زمان كانوا ساعات بيسمعوا صوت خبط بيبان أو ناس بتوشوش بعض بالروسي. وده معناه إن في بشر قاعدين في المكان ده ليل نهار مأمورين إن هم يحافظوا على الطنين ده شغال مهما حصل. المحطة دي بدأت زي سر عسكري كده في زمن الجواسيس، والغريب إن الاتحاد السوفيتي نفسه وقع وانتهى وهي لسه صاحية ومكملة، وكأنها قلب لسه بيدق وسط أطلال الحرب القديمة. عايز اقول لكم ان الزنة دي ما كانتش مجرد دوشة وخلاص، ده كان اوقات الطنين ده بيقطع فجأة ويتحول لرسائل صوتية مرعبة ومنظمة جدا. واشهر واقعة حصلت كانت في سنة 2010، ودي السنة اللي المحطة فيها بقى اتجننت حرفيا. فجأة الطنين ده وقف وطلع صوت راجل روسي بيقول بوضوح ميخائيل وديمتري جينيا بوريس، ودي كانت اول مرة العالم يسمع فيها الاسم الكودي الجديد للمحطة. وبعدها نطق جملة غامضة عبارة عن أرقام وأسماء زي AGRTEL 82050981. وعايز أقول لكم إن الموضوع ما كانش قديم بس، ده في 2014 مثلا وقت الأزمة الأوكرانية المحطة قطعت الطنين وبعتت كود بيقول TERRA، وبعدها فضلت تعيد في أرقام وإحداثيات محدش فاهمها غير اللي مبعوتاله. وساعات تانية ينطقوا أسامي بنات روسية زي أنا ونيكوليا وإيفان وتيتانيا، وكل اسم من دول بيمثل حرف بيجمع كلمة سرية مشفرة. المرعب بقى في الموضوع إن الأكواد دي بتطلع في أوقات التوتر السياسي في العالم، وبتحس إن في حد قاعد ورا المايك بيقرأ من ورقة أوامر عسكرية، وأول ما يخلص الكود يرجع الطنين المزعج تاني على طول وكأن مفيش أي حاجة حصلت. ولكن الحكاية قلبت رعب بجد لما المحطة مكانها اتغير فجأة في 2010، وده فتح الباب للمغامرين والناس اللي قلبها ميت إن هم يروحوا يفتشوا في الخرابة دي اللي كانت بتبث منها لسنين في غابة جنب موسكو. ولما وصلوا المغامرين هناك لقوا نفسهم في مشهد أشبه بأفلام الرعب، مجمع عسكري مهجور وسط التلج، أبوابه مفتوحة والصدى واكل كل حتة فيه. بس لما نزلوا البدروم أو الأوض اللي تحت الأرض الموضوع ما كانش مجرد أسلاك ومكان قديم، لقوا أوض شكلها غريب جدا والجدران بتاعتها سميكة ومعزولة، ووصفوها إنها أشبه بأوض تعذيب أو أوض استجواب عسكرية ضيقة تخنق اللي هيدخلها. والأغرب من ده إنهم لقوا دفاتر ورقية وسجلات متسابة زي ما هي، مكتوب فيها بالتفصيل تواريخ وأوقات البث وأكواد كانت بتتبعت في السنين اللي فاتت، وكأن الموظفين اللي كانوا هناك سابوا كل حاجة وجريوا فجأة في لحظة واحدة. المكان ده ما كانش مجرد محطة راديو، ده كان باين عليه إنه قاعدة عمليات سرية جدا، والجو العام فيه كان كئيب لدرجة إن المغامرين قالوا إنهم حسوا بطاقة غريبة في المكان، وكأن الحيطان لسه شايلة أسرار الناس اللي كانت محبوسة فيها عشان تذيع الأكواد دي للعالم. تفتكر بعد كل ده المحطة دي لسه وراها سر أكبر؟ وهنا بقى احنا وصلنا لأكتر حتة بترعب العالم كله بخصوص المحطة دي، وهي نظرية الإيد الميتة أو الديد هاند. النظرية دي بتقول إن الزنة اللي احنا سامعينها دي مش مجرد دوشة، دي عبارة عن إشارة أمان لنظام دفاع نووي روسي مرعب اسمه بيروميتير. والنظرية دي بتقول إن الزنة اللي احنا سامعينها دي مش مجرد دوشة، دي عبارة عن إشارة أمان لنظام دفاعي نووي روسي مرعب اسمه بيروميتير. والفكرة ببساطة إن طول ما الطنين ده شغال السيستم النووي بيبقى فاهم إن القيادة في روسيا لسه عايشة والدنيا تمام،
ولكن المرعب بجد انهم بيقولوا لو الطنين ده وقف لفترة معينة، يعني لو المحطة اتضربت او القيادة الروسية اتدمرت في حرب مفاجأة، السيستم ده بيتحول لآلة في ساعتها. وقتها الايد الميتة دي بتفترض ان روسيا تعرضت لهجوم نووي، فبتقوم مطلعة كل الصواريخ النووية الروسية اللي في الصوامع وتحت الارض على اهدافها في ثواني من غير ما حد يدوس على زرار واحد. يعني من الاخر كده الطنين المزعج ده هو اللي مانع نهاية العالم لحد دلوقتي. طول ما انت سامع الزنة دي يبقى العالم لسه بخير، واول ما تسكت يبقى القيامة قامت. وده بيفسر ليه الروس هناك متمسكين بالمحطة دي بقالهم اكتر من 50 سنة ومش بيطفوها ابدا، لانها نبض السلاح النووي اللي لو وقف الدنيا كلها هتتحرق. وفي ختام الحكاية السؤال اللي شاغل دماغ كل الهواة اللي بيسمعوا المحطة دي ليل نهار هي الرسالة دي مبعوثة لمين بالظبط؟ والله هو في ناس شطحت بخيالها لبعيد قوي وقالت ان الترددات دي مش بشرية اصلا، وانها وسيلة تواصل مع كائنات تانية او تجارب علمية سرية لفتح بوابات في الغلاف الجوي. بس النظرية اللي بتخلي اجهزة المخابرات في العالم كله متوترة هي نظرية الجواسيس النايمين. بيقولوا ان الطنين او الزنة دي عبارة عن ساعة ضبط كده لآلاف الجواسيس الروس اللي مزروعين في كل دول العالم وعايشين حياة طبيعية جدا وسطنا. تلاقي الجاسوس من دول بيبقى نايم لسنين ومهمته الوحيدة انه يفتح الراديو على التردد ده كل يوم، وطول ما الطنين ده شغال يبقى الوضع امان جدا. لكن اول ما الطنين يقف ويسمع كود معين باسمه دي بتبقى ساعة الصفر بالنسبة له، والاشارة اللي بتقول له اصحى وقت تنفيذ المهمة جه. يعني المحطة دي ممكن تكون مجرد ريموت كنترول لجيش خفي مستني كلمة واحدة عشان يقلب موازين القوة في لحظة. وسواء كانت يد ميتة أو نداء للجواسيس، الحقيقة الوحيدة إن الزنة دي لسه شغالة لحد النهاردة، ولسه السر بتاعها مدفون في قلب التلج الروسي. ومحدش عارف امتى المحطة دي هتسكت ولا ايه اللي هيحصل للعالم لو سكتت فجأة. أنا محمد وحكيت لكم الحكاية زي ما هي، ومستني أسمع رأيكم في التعليقات.